قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي. يلا. وبنعرف من الفيلم إن الصداقة شيء جميل جدا بيتولد في أصعب الظروف اللي بنمر بيها، وأهم حاجة إن هي تكون من غير مصلحة. بيبدأ الفيلم براجل بيصحى من النوم وهو حاسس بصداع رهيب، وهو بيفوق بيلاقي فار جنبه وريحته معفنة، فبيقرف منه وبيحاول يبعد عنه، ويتفاجئ لما بيلاقي نفسه محبوس جوه أوضة لوحده يكون فيها دولاب والباب مقفول عليه، وبيحاول بكل قوته إنه يفتح الباب بس مش بيقدر. بيكون غضبان جدا من الموقف اللي هو فيه وحاسس باليأس، وبيطلع التليفون علشان حد يجي ينقذه، بس التليفون ما بيكونش فيه شبكة، وبيحاول يوجه التليفون في كل مكان في الأوضة بس مش بيلاقي شبكة، وبيتضايق جدا وبيحس باليأس، وبيخبط على الباب بكل قوة بس مفيش حد بيسمعه. وبيعدي يوم وبيبص في الساعة بتاعته وبيكون تعبان جدا لأنه ماكلش ولا شرب طول اليوم، ومن شدة عطشه بيشرب المية بتاعته، وبيغضب وبيروح يخبط على الباب، وآخر ما بيزق بيروح يخبط اللمبة فبيشوف جواها مفتاح، وبيخبطها وبيكسرها وبياخد المفتاح، وبكده حس إن في أمل، وطلع إن هو بتاع الدولاب اللي في الأوضة، وبيفتحه وبيلاقي جواه أنبوبتين أكسجين ومطرقة وأزمير، فبياخد المطرقة وبيضرب بيها الباب، بس بيكون الباب قوي جدا ومش بيتأثر، فبيقرر انه يستخدم الاكسجين واللحام علشان يفتح بيهم الباب، وبيولع النار وبيشوف انذار الحريق في الحيطة، فبيوجه النار ناحيتها على امل ان هي تنزل له ميه، بس الانذار ما بيكونش شغال، فبتطفي النار وبيحاول يشغلها تاني علشان يفور بيها الباب، وهو شغال بيحس باحباط، فبيسيب النار من ايده وبيروح يكسر في كل حاجة في الأوضة، وبيقع الدولاب وبيلاقي خرم في الحيطة، بيكسر الحيطة على امل ان هو يطلع من الأوضة، وفجأة بيتعب والاكسجين بيقل ومش بيلاقي قدامه غير انابيب الاكسجين، فبيفتحها وبياخد اكسجين منه، وبيغمى عليه علشان الاكسجين تركيزه عالي جدا، وبعد فترة بيفوق وبيروح يقفل الانبوبة، وبيكون جعان جدا لانه بقاله فترة كبيرة ما اكلش، وبيبص مش بيلاقي قدامه غير الفار اللي كان قرفان منه، فبيشوف الدود اللي حواليه وبينقيه وبياكله، وهو ده الحل الوحيد علشان يكمل، وهو بيفحر في الحيطة بيلاقي الحديد قدامه، فبيستخدم الاكسجين علشان يفور الحديد اللي في الحيطة، وهو شغال بيتخرم الجدار، وبتكون الفرحة مستيعاه، فبيوسع الفتحة وبيعدي منها، وبيكون فاكر خلاص ان هو طلع بره، بس المكان بيكون ضلمه ومفيهوش نور، وبيبص عليها وبيتفاجئ بنفس الاوضه اللي كان فيها، وبيروح على الباب وبيحاول يفتحه بس مش بيعرف، وبيكون فقد الامل في الحياه، وفجاه بيلاقي تابوت قدامه، فبيروح علشان يفتحه بيتفاجئ بواحدة نايمة في التابوت، فبيشوف نبضها وبيعرف ان هي لسه عايشة، فبيحاول يفوقها، واول ما قامت قعدت تصرخ بطريقة غير طبيعية وتكون منهارة ومرعوبة منه، فبيحاول يتكلم معاها علشان يفهمها الوضع، بس هي مش فاهمة كلام لانه بيتكلم بلغة غير لغتها، وبتهرب من الفتحة وبتدخل الأوضة التانية، وبيسيبها وبيروح ينام في التابوت اللي كانت نايمة فيه، وبعد فترة بتروح تصحيه من التابوت علشان تفهم منه اي حاجة، وبيكون تعبان جدا ومش قادر يقوم، وبتشجعه علشان يكمل حفر، فبيوريها ايديه، فبتعرف ان هو ميت من التعب، وبتسيبه يرتاح شوية، وبتاخد العدة منه وبتحاول تكسر بيها الجدار، بس الموضوع بيكون صعب عليه، وبتكون عايزة تعمل حمام بس بيوقفها وبيكلمها بالإشارة، وبيشرح لها وبيعرفها انه بقاله فترة كبيرة ما شربش، وبيوريها الجزمة وبيقول لها لازم تعملوا مية فيها علشان مفيش حل تاني غير ده، فبتفهم منه الكلام وبتاخد الجزمة وبتعمل فيها مية، فادت له الجزمة وشرب منها، وهي كمان شربت شوية، فبيحاول يقول لها لازم تاكلي من الدود بتاع الفار ده علشان تعيشي، بس بتكون قرفانة منه جدا ومش بترضى، وبيسيبها وبيروح يكسر في الجدار، وبيكون تعبان ومش قادر يكمل، قوته قلت خالص لانه لا كل ولا شرب، والست حست بالاحباط وقعدت تعيط، فحب يخفف عنها فغنى لها اغنيه، فمسحت دموعها وقعدت تشجعه، وهو بيحفر بيخبط ايده بالغلط وبيتعور وبيحس بألم جامد، بتاخد الطرحه اللي على راسها وبتربط بها ايده، ومع الوقت اتكونت بينهم صداقه في اصعب الظروف، وبتحاول تساعده على الحفر، ولما خافوا على بعض وبقوا ايد واحده بدأ الباب يتفتح، فجاروا بسرعه على الباب بس اتقفل تاني، وبيحاول يفتحه بس معرفش، ورجعوا للوضع اللي كانوا عليه، وعرفوا ان الباب بيتفتح لما بيديله ظهرهم، وطلعوا من الاوضه واتفاجئوا باوضه زي اللي كانوا فيها، وبيبصوا بيلاقوا مقبره جواها، وبيكونوا مستغربين من وجود المقبره في المكان، فبيحاولوا يشوفوا اي طريقه يطلعوا بيها، فبيفكروا ان المقبره هي الطريقه الوحيده اللي هتوصلهم لبره، بينزلوا يدوروا فيها بس الباب بيتقفل عليهم، وبيرجعوا يدوا ظهرهم للباب بس مش بيتفتح، وما قدامهمش اي طريقه غير ان هم يعملوا نفق في المقبره، وهو شغال بيحفر بيغمى عليه من قله الميه والاكل، فبتحط ايديه على دراعه فبتلاقيه سخن نار، وبدأ الراجل يفهم عقلية اللي جابهم هنا وحبسهم في الأوضة، وإن هو عايز يشوفهم وهم بيموتوا بعض، وبكده مفيش حل غير إن واحد فيهم يموت التاني، علشان كده في مقبرة في الأوضة، وبيكون عايز ينهي العذاب اللي هو فيه ويخلص عليها، لكنه ما بيقدرش يعمل كده علشان هو إنسان طيب، فبيتجاهل الفكرة من دماغه وبيحس بالإحباط، وبيغمى عليه تاني، فبتضربه على وشه وبتفوقه علشان يفضل صاحي، وبتحاول بكل قوتها إن هي تطلعه من المقبرة، بس بيكون فاقد الوعي،
الوعي، وبتسيبه وتروح عند الباب علشان تفتحه، بس مش بتعرف تفتحه وبتفقد اعصابها، تصرخ بقى على صوتها على امل ان حد يسمعها، وفضلت تعيط وتشرب الراجل دموعها علشان يعيش. وبعد فتره بتحس بالتعب وبتنام جنبه، ولما بيصحى بيلاقي الست نايمه جنبه وحاطه ايديها عليه، فبيقوم بالراحه من جنبها وبيروح الاوضه التانية، وبيقطع قماشه من التابوت وبياخدها وبيغطيها بيها، وهو بينام بيسمع صوت الباب وهو بيتفتح، فبيصحيها بسرعة وبيدوا ظهرهم للباب بس بيكون مش قادر يمشي، فبتحاول تسنده وهما ماشيين بيقع منها، وبترجع تشيله تاني عشان يطلعوا مع بعض. وهي دي الصداقة الجميلة. وبيوصلوا عند الباب بعد ما فقدوا الأمل في الحياة، وبيفتحوا الباب وبيتفاجئوا بالمنظر اللي هما شايفينه وبيكونوا مش مصدقين. وبيخلص فيلمنا. إن عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.